عارفين ان اي كنيسة بنروحها بيكون ليها شكل معين؟ كل كنيسة بيكون ليها شكل معين مبنية عليه، وكل شكل من الاشكال دي بيكون ليه معنى. فالكنيسة لما بتتبني بيختاروا لها شكل من 3 أشكال. ففي كنيسة بتكون على شكل سفينة، وده لأن الكنيسة بترمز لسفينة نوح، لأن زي ما أنقذته هو وعيلته من الطوفان، كمان الكنيسة بتنقذنا من طوفان العالم ومن الشر الموجود فيه. وبنلاقي كنيسة مبنية على شكل دايرة، وده لأن الدايرة ملهاش بداية ولا نهاية، زي الله ملهوش بداية ولا نهاية. كمان بنلاقي كنيسة مبنية على شكل صليب، وده لأن زي ما بالصليب خلصنا، كمان الكنيسة هي سبب خلاصنا. وكل كنيسة بيكون فيها قبة، والقبة دي بترمز للمنارة اللي كانت زمان بترشد الناس لما يجي الليل وبتعرفهم الطريق الصح. فكمان القبة بترشدنا لمكان الكنيسة. وكل كنيسة بيكون فيها يا إما قبة واحدة أو 3 قبب أو 5، وده لأن القبة الواحدة إشارة للسيد المسيح، وال3 قبب بيرمزوا للثالوث. أما الكنيسة اللي بيكون فيها 5 قبب بتكون فيهم قبة أكبر من ال4 التانيين، وبتكون موجودة وسطهم إشارة للسيد المسيح وحوالين ال4 اللي كتبوا الأناجيل. وانت كمان صلي معايا وقول: يا رب خلي بالك مني واحفظني، ابعد عن قلبي كل حزن، فرحني يا رب وحافظ عليا، ابعد عني عدو الخير وكل تجاربه، نجيني يا رب من كل هم وكل شر وكل تعب.